نقدر نعمل طاجن الكيك ده لاولادنا في البيت بكل سهوله من غير بيض. حاجه حاله للاولاد بكل سهوله، شايفين الجمال والحلاوه. عندنا 3 معالق من الزبده كبار في الطواجن بتاعتنا دي، 10 في 10 في ارتفاع 7 سنتي. وعندنا 10 معالق من الحليب لكل طاجن، 10 معالق من الحليب المعلقه الكبيره، ومعلقتين من السكر كبار. وبنقلب المكونات السائله دي كده كلها مع بعض. بنحط معلقتين دي كبار كده، ومعلقه من الكاكاو الخام، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. وبنقلب المكونات بقى كلها مع بعضها كده. لو عندنا كسر الشوكولاته بقى بنحط، ده القوام المطلوب طبعا. لو عندنا كسر الشوكولاته بنحطه، بندخله الفرن على درجه حراره من 180 ل 200 من 20 دقيقه ل 25 دقيقه، بيطلع بالجمال ده. عندنا صوص الشوكولاته حطيناه، والصوص الوايت حطيناه، وبنشكله كده باي خله عندنا بقى التشكيل بقى تزينه زي ما انت عايز، كرات الشوكولاته كده بالسوداني، او الشوكليت شيبس، او المكسرات الشوكولاته دي اللي انتوا شايفينها. وزي ما انتم شايفين الجمال والحلاوه مع الشيف محمود تحفه. تشتركوا معايا في القناه عشان تشوفوا كل ما هو جديد. من غير بيت زي ما انتم شايفين هنعمل الحاله ده النهارده في الطاجن بكل سهوله. بسم الله، بسم الله. شايفين الكيكه يا جماعه؟ تحفه. مع الشيف محمود مفيش مستحيل. بسم الله.